ايه ذنب جماهير نادي الزمالك في اللي بيحصل في النادي ده؟ احنا ذنبنا ايه؟ ذنب الجماهير ايه؟ ذنب الناس اللي بتروح وبتسافر وفي المطره وفي البرد ده ايه؟ من اداره فاشله، لا عارفه تأيد لعيبه ولا عارفه تجيب صفقات وتبيع في الفرقه، وفي نفس الوقت بتمشي المدرب اصل بحجه ان المدرب هو اللي بيخسرهم، المدرب هو اللي فاشل. طب مدرب فاشل ومشيته، طب رجعته تاني ليه؟ مقعده على الدكه الاحتياطي بدون اي صفه ليه؟ عايز تزهقه، فاكر ان هو هيزهق ويمشي، يقول لك انا لا خلاص انا هاخد اللي انتوا عايزين تدهوني وامشي، اصل انا حافظ على تاريخي، اصل انا حافظ على سمعتي. طب احنا سمعتنا احنا فين؟ تاريخنا احنا فين؟ اللي بيحصل في نادي الزمالك ده والله حرام يا جماعه، حرام حرام بجد يعني. انت مش متخيل ومش مدرك ان انت اي مدرب هيجي بعد كده هتيجي تفاوضه بعد كده هيبقى لا، هيجي يعمل ايه؟ سواء على فكره مصري سواء اجنبي، اللي هيجي يبقى جاي ياكل عيش قاعد في البيت، فيقول لك انا راح ايه اقلب الناس دي في اي مصلحه. مفيش اي مدرب محترم هيجي، دي الحقيقه انا بقولها لك. هم لو فاضوا اي مدرب دلوقتي في الوقت الحالي مفيش مدرب يرضى يجي، الا بقى لو واحد قاعد في البيت بقاله فتره ما بيشتغلش فيقول لك اما اروح اخش شويه دولارات من الناس دي وخلاص واقلب عيشي معاهم باي حاجه. اللعيبه نازله فاقده كل اساسيات كره القدم. نص الملعب مفيش نص ملعب، بتلعب في ثلاثة في نص الملعب: دونجا، عمرو السيسي، فاروق جعفر بن سيف جعفر. التلاتة ولا لهم أي لازمة، والله العظيم ولا لهم أي لازمة. لعيبة الزمالك ما بتضغطش، لعيبة الزمالك ما بتلعبش كومباك، ما بتلعبش لعب جماعي، ما فيش هجوم. في كده جاب، أنا بتفرج على الماتش كده، في تلاتة كده قدام: سيف ومصطفى شلبي وزيزو، والفرقة التانية الناحية التانية ورا مفيش أي حاجة. يعني فرقه هنا وفرقه هنا والمشكله الاكبر في ايه؟ ان لما يبقى ثلاثه على الفرقه كلها اللي هو خط النص وبالدفاع، يبقى ثلاثة أربعة من فاركو هم عمالين ينقلوا ويبصوا ويروحوا ويجوا، واللعيبة اتفرج عليهم. ليه؟ مفيش راجل في الملعب، مفيش ذكر في الملعب. لعيبة لا مؤاخذة، لعيبة كلها لا مؤاخذة، مش عايز أقول لفظ. لعيبة واقفة تتفرج، نازلة تخسر، نازلة مفيش أي روح، مفيش أي دم عندهم. ليه بقى؟ عشان كل الهبل اللي بيحصل في النادي، اتنين مدربين هم عارفين مين اللي هيدرب ولا مين اللي هيقعد ولا مين اللي هيمشي، والدنيا ماشية صلاح مداح.